محطتنا الجاية هي براتسلافا عاصمة سلوفاكيا، تابعونا للأخير. اليوم راح ناخذكم ويانا جولة وسفرة لبراتسلافا. براتسلافا كلش صعب الاسم انه الفظه، قوة تعلمت عليه. عاصمة سلوفاكيا. طبعا براتسلافا على الحدود بين النمسا وسلوفاكيا، فلهذا كان لي صعب، يعني كل سهل الوصول عليه، اقصد من النمسا، بس من مدينتي كلش بعيدة، فرحت لها من النمسا. استغرق الوقت من عندي فقط ساعة بالباص، وكلفتني الروحة والرجعة 15 يورو فقط بالباص، وكانت هي على الحدود، يعني تقريبا ربع ساعة بعد الحدود. تابعوا الفيديو إلى الأخير، راح تعجبكم الشغلات اللي تشوفوها، ولا تنسون الاشتراك بالقناة والإعجاب. ويلا نبدي. أول ما دخلنا لبراتسلافا شفت إن إحنا عبرنا على هذا الجسر اللي يفصل بين جهتين المدينة، واللي هو يقع على نهر الدانوب. سلوفاكيا طبعا من ضمن الدول اللي كلش تأذت بالحرب العالمية الثانية، هم كان بيها هواية يهود ويعني تحاربوا. فالفكرة هنا إنه أول ما تدخل المدينة راح تلاقي معرض إنه تأبين إلهم، مباشرة بعدها يصير السنتر، لأن هي الصراحة المدينة كلش صغيرونة. فأول ما دخلت شفت هي هاي المعلم جدا مهم بالنسبة لهم الرئيسي، اللي هي هاي القلعة. هاي القلعة اسمها قلعة براتسلافا، وهي القلعة الرئيسية ببراتسلافا، وانبنت يعني بالقرن ال17 بسنة 1600 وكسور. بعدين رجعت انهدت على الحرب العالمية الثانية، ورجعوا سنة 1954 بنوها، يعني هذا بناء حديث. اكو بس حايط جو راح تشوفوه بعدين، يعني بناء بعد قديم. هسه هنا طبعا جيت انا طلعت مشيت بالمدينه، لانه قلت لكم كلش صغيره هي. اللي عجبني بيها انه بين البنايات الحديثه راح تلاقون مبنى او مبنيين تراثيين كلش قديمات، حتى مبين عليهم انه قديمين، وبعدهم يعني حاملين هاي الاثار القديمه. طبعا هذول ما تحطموا بالحرب العالميه الثانيه. وراها الصراحة ظليت مستمرة بالسنتر، لأنه يعني سناترهم مو بأوروبا دائما أصلا تتشابه، حتى تقدر تمشي من معلم لمعلم وما يحتاج أركب، لأنه المكان أحلى، يعني حتى واحد يشبع منه ويشوفه. فأنا ماشي بالسنتر أخذت موطة لازم، وشفت هاي اللي هي عبالي كنيسة بالبداية، طلعت بعدين معبر صراحة تشوفوني إن شاء الله أتقرب لها. وأثناءها طبعا لقيت هذول الفنانين الحلوين اللي يرسمونها لوحات ويبيعوها. هو أكو هناك أعمال حرة يعني يسترزقون عليها، مثل هسه هذا المحل اللي يحوك ويخيط شغلات تراثية ويبيعها، لأنهم كلش عايشين على هاي شغلات التراث ببلدانهم. أنا ماشي من جوا هذا المعبر لقيت هاي البوصلة اللي هي تشوف كل أنحاء العالم، يعني مثلا الشرق الأوسط وين، والغرب وين، وأي دولة وين. احنا بالنسبة لبلداننا أقرب شيء كان علينا مأشر عليها هو تركيا، فمن خلالها يعني تقدر تعرف اتجاه بلدك. البوابة اللي عبرت من عندها هي تتسمى بوابة مايكل أو ميخائيل. صمموها بسنة أو بالعصر ال14. بالقرن ال18 ضافوا لها التمثال اللي فوق موجود، وارتفاعه تقريبا 51 متر. جو كان طبعا مطر، بس يعني كان حلو ولازم أكمل. فمشيت أنا وماشية شفت هذا القصر اللي هو القصر الرئاسي، انبنى سنة 1760، وكانوا عايشين بيه هواية رؤساء يعني لفترة معينة. لأن القصر كلش كبير، والحدائق اللي وياه كلش كبيرة، حدائق عامة هي طبعا، فكان لازم أطلع على الشارع وأتمشى حتى أوصل. وصلت للحدائق عرفت إنه هذا المكان هو أول مكان طلقت من عنده الكهرباء بسلوفاكيا عامة، يعني كان أول مكان يضيء بالكهرباء ببلدهم سنة 1878، تحديدا بيوم 25/8. فهم كلش معتزين بهذا المكان، لأنه كان أول مكان ينير إلهم. يعني الحدائق هي هاي مثل ما قلت لكم كلش كبيرة، بها طبعا نافورات، يعني باعتبار حدائق مال قصر رئاسي. هذا القصر الرئاسي كانوا عايشين به لفترة زمنية كلش طويلة، يعني من سنة 1760 وفوق لحد يعني بالتسعينات كانوا عايشين به رؤساء واحد ورا الثاني. بعدها صراحة ما قدرت أعرف، هسه يعني هو هسه مفتوح للعامة، بس ما أدري إذا عايش بيه أو لا، لأنه بعد التسعينات ما قدرت الصراحة ألاقي شيء عنه، ولا قدرت هناك أسأل، والصعب إنه تفهم شيء لأنه كله بلغتهم اللي هي تقريبا روسية. بعدين أنا جاية أتمشى، طبعا كان اليوم عطلة، لأنه فهم عندهم احتفاليات، هاي دائما تصير بكل أوروبا، إنه بالشوارع يسوون هيجي احتفاليات وينصبون الناس تبيع الشغلات اللي تسويها بالبيت، ويعني هم يبيعون وهماتين يصير يعني الناس هم تفتر بيه وتتونس بيه بمسابقات. يعني يوم هيجي عام، لأن كان يوم عيد العمال، فهو طبعا احتفالية يعني عامة. فأنا كلش تونست بيه. وهاي تشوفون بعض الشغلات هنا اللي هم يعني يبيعوها، مثلا أكل هم يسووا، أو مثلا صوصات يسووها، أو صابون، أو شفت هسه راح تشوفون من الشمع، يعني مثلا من شمع النحل يسوون شمع حقيقي، وبهارات، وكل اللي تشوفوه قدامكم.
وأني ماشية بالاحتفالية سمعت صوت بيجي يعني موسيقى، وحسيت فشي فرفوش، فدخلت الصراحة لأن هي الحدائق هم بيها من هذول الناس، وشفت إنه هنا يعني راقصين شعبيين شلون من قديم الزمان، وياهم راقصات ودا يعلموهم شلون يرقصون وشلون يسوون هاي الحركات يعني. ففتشي كان كلش حلو. تشوفون طبعا لابسين الزي، يعني ما تتخيلون كمية الجمال. وحتى اللي يعزفون فهم هم لابسين الزي القديم، وكانوا يعزفون ويغنون أغاني قديمة. أكيد استمريت بطريقة وشفت هاي كلش عجبتني، مسوية من القماش ماركتها الخاصة اللي هي بيها دنابيس وتراجي واكسسوارات وشغلات خياط، ويعني نقشة معينة على القماش ومسويتها. وهذا اللي يبيع الشمع اللي قلت لكم عليه، وهنا لقيت الأسطوانات اللي هنا كلش قديمات وحبيتهن. وانطوني هذا الشيء هدية اللي هو عبارة عن غلاس صابغي وخلين بزرعة، حتى يعني يحافظون على البيئة ويعلمون الناس انه تحافظ على البيئة وما تستغنى عن الشغلات القديمة. طبعا وراها رحت كملت طريقي مشي، شفت هاي البنايات الحلوة، وبدت الشمس شوية تطلع. أنا ردت أصعد على القلعة، والدرج كان كلش عالي وكلش كلش كلش طويل. ظليت أمشي وأصعد إلى أن ما قدرت وراه بعد عناء طويل الوصول. وهذا البافيهو بالاس اللي ما أعرف شلون يلفظوا طبعا، اللي هو القلعة اللي قلت لكم عليها بالبداية. كان كلش مهم إنه يعني واحد يشوفها، لأن هي باعتبار أهم معلم هناك. والصراحة براتسلافا مو مثل باقي الدول الأوروبية، فشي كلش صغير بها معالم قليلة بس حلوة، بيها طبيعة وحلو النهر بيها. فيعني واحد إنه حلو يستغل يوم يروح يشوفها إذا كانت عنده الفرصة، بس مو من الضروريات والأولويات. وهنا تشوفوني صورت لكم المدينة كليتها من فوق، لأن هي أغلبها مدينة سكنية يعني مو يعني صناعية. أكو جهة صناعية راح تشوفوها بعدين. أي فظليت طبعا هنا أنا أروح للقلعة، وكلش تعبت الصراحة لأنه كان يعني الجو بدأ هنا يصير كلش حار. وبأعلى منطقة براتسلافا اللي هي يم القلعة راح تلاقون هذا المبنى اللي هو ما أعرف يعني دار قضاء أو شنو، بس هو مبنى حكومي، ومن خلاله تقدرون تشوفون أحلى طلة على المدينة كاملة وعلى الدانوبة اللي هو النهر مالتهم. فبالتالي طبعا أنا رحت أكيد يعني وصورت من هناك قبل ما أنزل أقرب للنهر، وشفت المدينة كاملة. هنا المدينة متقسمة نصين، راح تشوفون نص للطبيعة ونص للصناعة يعني يعني مدينة حديثة. هذا المجسر اللي تشوفوه هناك اللي هو يسموه موست SNP، هو عبارة عن شكل يعني يوفو اللي هو اللي يسموه طبعا عندنا صحن طائر، وهذا جدا معروف لازم تروحون تشوفوه. يعني طول بناء من سنة 1967 ل 1972، وكلش معروف من ضمن تراث الجسور العالمي، يعني لأنه حجمه كلش كبير ولأنه شكله فريد من نوعه، وهو فعلا بديع لمن واحد يروح ويشوفه. يعني يمكن من أحلى الشغلات اللي ممكن تشوفوها هناك، وأكثر شيء معروف. وهذا الجدار اللي حكيت لكم عنه جدار القلعة الوحيد اللي بعدهم محافظين عليه، اللي هو يعني قديم متدمر بالحرب العالمية الثانية. النزل طبعا اكو من وراء هذا الطريق اللي تشوفوا كله مشي، وهو اصلا على النهر، يعني هم راح تستمتعون بالدانوبة وتشوفون المدينة كاملة، وتقدرون على راحتكم تتمشون تنزلون تشوفون باقي المعالم. هنا طبعا اخذت استراحة قبل ما اكمل وصلت للمدينة، وهذا المعلم كلش مهم، واخذت لي مصورة لازم تشوفوه عن العمال، ويعني مستعزين بيهم كلش. وبعدها اكو محلات، طبعا محلاتهم كلش حلوة، ويحبون الدمى الخشبية والدمى القديمة، فمستعزين هم بهاي التراث والثقافة اللي عندهم، وراح تشوفوها بكل المحلات وبكل العلامات، يعني راح تلاقوها بكل مكان. ظليت أتمشى لأنه الوقت حصرني ولازم أطلع أرجع للباصات، فشفت هذا اللي هو عبارة عن كافيه بس مسوي قاعدة حلوة برا بهالطريقة. وصلت طبعا هنا هذا همتين المبنى اللي هو مبنى حكومي عندهم، ما قدرت أعرف بالضبط شنو هو لأنه لغتهم بالنسبة لي كلش صعبة، لا قريبة على الإنجليزي ولا على العربي ولا على الألماني، فما قدرت أفهم من عندها هواية. وكان المبنى كلش حلو لأنهم مزينين طبعا بتماثيل مثل كل ثقافة يعني أوروبا، وثقافة هاي العصور الباروك، الشغلات اللي بقت من عندها ومن هذاك الزمان. طبعا هاي القطعة تشرح لكم عن الشيء أو الحدث أو الشيء اللي كان مبني بهذا المكان المعين وهسه حاليا ما موجود. فدائما من تمشون بأوروبا بكل أوروبا انتبهوا لهاي القطع، لأنه أغلبها هي مخلفات تاريخية خاصة من زمن الحرب العالمية الثانية أو غيرها، وراح تكون بحجم الأحجار مالت الأرضية وياها أصلا، بس إنه حلوة ذات يعني تحبون التاريخ اقروها وشوفوها بالمعلومات.
ووراها طبعا أنا جاي أتمشى للمدينة لأنه يعني ردت شوي أروح لجهة المولات. براتسلافا بها هواي مولات وهواي أسواق، هذا الشيء اللي يحب المولات راح يتونس بيها أكثر من اللي يحب الشغلات التاريخية لأن ما بيها هواية. شفت هذول الحلوين. طبعا هذا الفكرة أنه هو بايسكل جماعي، فكمية التحفيز ما تتخيلوها ايش قد، ويعني كان كلش حلو المكان. فطبعا هاي على جهة كان البايسكل دا يسوقون والشوارع، وهاي من جهة ثانية هذول المباني هنا أغلبهن مولات أو شركات، بس هذول الكبار والعاليات دائما يكونوا مولات. هسه هذا كان يعني مول كلش كبير. على السريع دخلت لو طلعت حتى ما لحقت أصور لأن ما كان عندي وقت الصراحة، لأن كان لازم يعني أكمل الطريق حتى أرجع للباص. والباص أصلا اللي فاجأني حتى ما لقيت المحطة بالبداية، إنه ظليت أمشي بالشوارع وأدور. مكان طبعا جميل مثل ما تشوفون. طلعت محطة الباصات مسويها بواحد من أكبر المولات بالمدينة بالطابق الأرضي، حتى يعني هي محطة عالمية. أنا بألمانيا ما شفت هيجي محطة، حتى واحد يعني يقدر من خلالها يوصل بأسرع وقت لأن هي بالسنتر مالت المدينة، فمسهلين الأمر كلش. ودخلت للمول. طبعا أحب الورد، فشفت هذا الورد كان لازم أصوره. المول عملاق ما قدرت أظل أفتر بيه، بس يعني مبدئيا مثل مولاتنا إحنا، بس طبعا أكيد أكبر. واللي عجبني هناك أو هي بأغلب بلدانهم، بس اللي عجبني كلش عندهم وراح تشوفوها ماتين إن شاء الله بالفيديوهات الجاية ببودابست، إنه كل شيء ممزوج عندهم بالطبيعة. حتى بالمول وبالسوبر ماركت بأي شيء راح تلاقي قطع طبيعة، يعني أكو شغلات مزروعة، أو يعني المهم إنهم محافظين بطريقة معينة على الطبيعة. وهنا كنت مستمرة حتى أروح للمصاعد اللي هي تنزلنا للمحطة اللي خاصة فقط للباصات. فنزلت الصراحة للمصاعد، وبعدين شفت إنه أصلا درج، يعني ما كان أحتاج أنتظر كل هذا الانتظار لأن السنة طويل. الجراج باصات يعني لكل أوروبا يودي، ومرتبيه كلش يعني حتى أكثر من باقي البلدان مثل ما قلت لكم. وتطلعون من المول محددين لكم هذا المكان اللي هو تحت الأرض وتحت المول، جراج خاص فقط للباصات اللي تطلع دولية وتطلع لكل مكان تريدون تنقلون بيه. وطبعا أسعارها كلش مناسبة، المكان كلش مريح، وأكو حتى أماكن يقدرون الناس يباتون بيها للي يريد. واحنا راجعين حبيت أشوفكم مثل فيينا اللي الأجهزة اللي تولد الطاقة من الهواء. وهاي بعض الصور بالأخير، استمتعوا بيها إن شاء الله تكون عجبتكم. وطبعا اللي يريد الصور أكيد يعني يقدر بأي وقت يراسلني وياخذ الصور، يستفيد من عندنا. إذا عنده بحث أو عنده شيء يقدر يستفيد من عندهم بيه. فإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وتابعوني لأنه جاية هواي فيديوهات جاية، وإن شاء الله شوية شوية راح تشوفون باقي المعالم وياي اللي بأوروبا، حتى اللي الله يسهله ويروح هناك يعرف وين يروح، مو مثلي يقعد يفتر وما يدري. يلا ولا تنسونا بالإعجاب وبالمتابعة، ونشوفكم على المرة الجاية.